يهدف البطولة، مرمى المنتخب العنابي ما حدا يطولة. بص شوف سعد الدوسري بيعمل ايه وحسين علي بيعمل ايه، ضربة راس وحارس مرمى العنابي الله عليه. اتحدث عن قاسم برهان واتحدث عن يونس احمد ومن قبل محمد وفا واحمد خليل وعامر الكعبي، ولكن ما فعله سعد الشيب في اللقطة الأخيرة هو شيء عظيم، بل أكثر من عظيم، والعظمة لله. قد يكون محظوظ إنها جت في جسمه، لكن هو اتحرك معاها يا جماعة، هو اتحرك معاها يا جماعة. باسم قاسم 58 سنة، المدرب العراقي جن جنونه في واحدة من أجمل اللعبات للمنتخب العراقي. لكن سيبك من كل ده، شفت الولد حسين عمل إيه؟ الله، حبة كريز، حبة كريز المنتخب العراقي. تصويبة تاني، لا 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 لا. الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، فرحت كل البلد. علي فايز في اللقطة الأخيرة هو الفايز بتصويبة من 38 ياردة، حطها برجليه وكأنه حطتها بإيديه. 1-1. الله عليك يا ولد، فرحت كل البلد، فرحت العراق، كل العراق من بصرة إلى بغداد، كل العراق فرحانة بيك يا ولد. هدف إيه يا جماعة؟ هدف إيه يا جماعة؟ ده ولا سعد الدوسري ولا بوفون ولا نوير، لا 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 لا. لو قاسم برهان ويونس أحمد وقفوا مع سعد الدوسري واستلفوا معاهم رعد حمودي من العراق وفتاح نصيف ونور صبري، الستة الكورة هتدخل فيهم. لا 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 لا. علي فايز المدافع يسجل هدف التعادل. 1-1. الله الله الله.